بعض المرشحين والمرشحات بأنه إجبار الناخب أو إجبار المواطن بأنه يضع إيده على المصحف وأنه يقسم مقابل مادة أو مقابل شيء ما يعطينا للناخب، ويقول بأنه أنا أجبرت بأنه وضعت إيدي على المصحف وقسمت بأنه أنتخب المرشح الفلاني أو المرشحة الفلانية، فهل هذا القسم يلزم أو أن هذا القسم يقع؟ أقول وبه أستعين ليس أنا بل أهل العلم قالوا بأن هذا الأمر لا يجوز شرعا ولا قانونا، وأن هذا القسم باطل. فالواجب على المواطن الذي أرغم بأنه يضع إيده على المصحف ويقسم ويحلف بأنه أنا أنتخب المرشح الفلاني أو المرشحة الفلانية وهما لا يستحقون أو مقابل مادة، أقول واجبك شرعا وقانونا بأنه تبتعد ولا تعطي صوتك لمثل هؤلاء، ولا تخاف بأنه سوف يكون عليك إثم أو ذنب، بل إنه الإثم والذنب إذا فعلت هذا الفعل، والذنب والإثم إذا اختاريت شخص بأنه غير كفو وغير مؤهل وتجعل أنه يذهب إلى دفة الحكم، سوف تكون 4 سنوات أنت شريك معه في السرقات، أنت شريك معه بالإثم. مسألة أنه إعطاء صوت لشخص لا يستحق، نبينا عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والرائش أي الوسيط، مثلا الراشي هو الذي يعطي الرشوة، المرتشي الشخص الذي أخذ الرشوة، أما الرائش الوسيط الذي يكون مثلا اللي يسمونه اليوم يقول ركيزة، أو ما يسمونه أنه حقيقة بتسميات كثيرة، شخص أنه يأخذ مواطنين ويأخذ أشخاص أوديهم للمرشح أو المرشحة، تمام، فهذا أيضا شريك معهم بالإثم.